صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين لها الأثر الكبير في نشر الدين الإسلامي، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. وأن أبرز موقف يصف رحمته صلى الله عليه وسلم هو عند فتح مكة، عندما فتح مكة، حيث قال لقومه الذين عذبوه وأخرجوه من بلده ونصبوه العداء وكان الزمام في يده يومها، وكان عنده كل شيء وقت الخلق، ويستطيع أن يقتل كل من تسبب في إيذائه والوقوف في طريق الدين الناشئ، الدين الإسلامي. فقال قولته المشهورة التي يتداولها التاريخ بكل تقدير وإعداد، قال: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ولماذا لم يقول هذا الكلام عندما كان الدين ناشئ، وعندما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستحق المعونة في نشر هذا الدين؟ اليوم وقت الخل هو قوي كل شيء ب10,000 مقاتل، يشيروا يقولوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال قولته العظيمة الخالدة التي وجلت القلوب إجلالا لها: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكانوا يقصدون استعطافه في ذلك الوقت لما يعرفون عنه من الرحمة، ويعرفوه كان رحيم وذو أخلاق رفيعة، وأنه يعرفونه منذ نشأته بأنه إنسان طيب، فلم يعدوا منه غدرا ولا خيانة. إن هذا الموقف هو الذي يوضح الأبطال على حقيقتهم، وهو الذي يبرز صفات القائد المحنك كما النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينتصر لنفسه أبدا لما وجد من تعذيب في بداية الدعوة الإسلامية، ولم ينتصر لأصحابه قط الذين بطش بهم ونكل بهم لكي يفارقوا دينهم. فكانت هذه الكلمات النبيلة والموقف الإنساني الرائع أكبر دليل في دخول الناس في دين الله أفواجا بدون حرب وبدون إراقة ولو قطرة دم واحدة، بقوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخل الناس في دين الله أفواجا بدون حرب، فكيف يزعم أحد أن الدين نشر بحد السيف؟ نسأل الله السلام. فالإسلام انتشر بسيف العقل لا بحد السيف كما يدعي الجهال. فالسيف يمكن أن يفتح بلدانا، ولكن لا يفتح القلوب. السيف لا يفتح القلب. فالله سبحانه وتعالى يمكن أن يفتح القلوب بنور الإيمان الذي يقذفه في قلوب المؤمنين من عباده المخلصين، فيفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه متحدثا بنعمة الله وفضله عليه يقول: إنما أنا رحمة مهداة، أنا نبي الرحمة ونبي الملحمة، أي نبي البطولات. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني يغذي الأرواح بالإيمان. هذا على اشتبعت. أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا دعوة أبي إبراهيم حين قال تعالى على لسان إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من أهل مكة، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، يعلمهم القرآن والحكمة، أي السنة المفسرة للقرآن الكريم، ويزكيهم، أي ليطهرهم من الشرك، إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا بشرى أخي عيسى عليه السلام خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، حيث قام خطيبا في بني إسرائيل وقال: أني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صلوا على الحبيب. ولهذا قال في الحديث:
دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ابن مريم عليه السلام أجمعين. وقال صلوات ربي عليه: رأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، حين كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها هذا المنام، فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى أن سوف يستقر دينه ببلاد الشام. كانت إشارة هذا باش الدين يستقر بعد في الآخر في بلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. وبما ينزل عيسى، أي ينزل عيسى في الشام في آخر الزمان، ينزل في دمشق بالمنارة الشرقية البيضاء. ولهذا جاء في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم قال صلوات ربي عليه: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفاني من قريش من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. صلى الله عليه وسلم. قال: ولا زلت أنتقل من أصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية حتى ولدتني أمي صلى الله عليه وسلم. فقال في حقه رب العزة صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أي على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا بالنار أي أهل النار والعياذ بالله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله عليه وسلم وجمع جميع الفضائل كلها والمكارم جميعها والمحامد بأكملها، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فضلت على الأنبياء بست. فضلت على الأنبياء بست: أولا أعطيته جوامع الكلم، مش يفسرون بالحاجة بالحاجة، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. أعطيته جوامع الكلم معناها الألفاظ قليلة بمعاني بليغة وفصيحة، يعني البلاغة والإيجاز في الكلام بتاعه. يقول 3-4 كلمات نشوف بها دواوين، وخير الكلام ما قل ودل. قال: ونصرت بالرعب، أي كلما توجه صلى الله عليه وسلم إلى عدو ملأ الله قلوبهم رعبا شديدا وخوفا وعلا من مقدمه مسيرة شهر، أي قبل ما يوصل بشهر ياخذ فيهم الرعب يتزحف قلوبهم. قال: وأحلت لي الغنائم، أي في الحروب أحلت لي الغنائم لم تحل لمن قبلي من الأنبياء، فكانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرقونها، وهو يجمعها ويفرقها على المقاتلين. هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال: وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. ايش معناها طهورا؟ أي الإنسان يجب يتيمم بصعيد طيب ويصلي حيث شاء في أرض الله سبحانه وتعالى. وأرسلت إلى الخلق كافة، إنما كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فكان صلى الله عليه وسلم دعوته عامة لجميع الخلق لجميع العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: وختم بي النبيون، أي هو خاتم، أنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. ناخذ شوية من فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لو علم الإنسان سر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما فرط لحظة واحدة من وقته حتى يصلي عليه. صلوا على الحبيب. أحد الصالحين ذهب إلى عيادة مريض في آخر أيام حياته، فلما حضر عنده
وجده في حالة احتضار، فقال له: كيف تجد نفسك؟ كيف تجد مرارة نزع الروح؟ يعني وقت الإنسان يجي الروح تتنزع منه، هذا شدة كبيرة ومرارة. قال المريض: إني لا أجد أي مرارة، بل أحس بطعم حلو في فمي. تعجب الرجل الصالح من كلام هذا المؤمن، لأنه من المتعارف عند الجميع أن نزع الروح من الأمور الشاقة والمرة التي يواجهها كل إنسان ساعة خروجه من ضيق هذه الدنيا إلى ساعة الآخرة. فلما رأى المريض حالة تعجب والحيرة على وجه الرجل الصالح اللي يسأل فيه، قال له: يا هذا لا تتعجب، إني سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكثر من الصلاة علي سوف لا يجد السوء والأذى ساعة الاحتضار. فأكثر من الصلاة عليه، اللهم صل وسلم. وأني منذ مدة طويلة وأنا أكثر من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا أجد جزاء ذلك دوام السعادة والخير، وخصوصا في هذه الساعة. فيا عشاق رسول الله صلوا وسلموا عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، نشهد بأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده، ابتليت فصبرت وأعطيت فشكرت، وقضى الله بما قضى فرضيت. فصلى الله عليك يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت عليك الحمائم. يا رسول الله، كل النجاة شفيعنا، يا خير من شهدت له الشفعاء. في هذا القدر كفاية لمن سطعت عليه أنوار الهداية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.